ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. وعندنا حلقه النهارده بتتكلم عن الطريقه اللي انفصل بيها فريد شوقي عن الفنانه الكبيره هدى سلطان. والله هو في اكتر من حاجه تقول لنا سبب الانفصال ده كان ايه، يعني بس هما واقعتين هما الاشهر اللي انفصل بيهم فريد شوقي عن هدى سلطان. هنقول برضو بدايه تعرفهم ازاي لانها كانت قصه كبيره جدا بس في حلقه تانية. الحلقه النهارده بتتكلم عن الانفصال بتاعهم، ان فريد شوقي وهو بيحضر فرح فاطين عبد الوهاب على ليلى مراد، ودي صورة الفرح قدامك. وطبعا بحب بقى هدى سلطان لليلى مراد، والمخرج طبعا فاطين عبد الوهاب لكل الناس اشتغلت معاه وقتها، كل الممثلين اشتغلوا معاه وقتها. فكانت فرحانة جدا وهوب بدأت ترقص بعفوية يعني. وقالت خاصة ان هم اللي موجودين برضو في الفرح كلهم اصدقاء مقربين وجوزها موجود وبتاع، فقامت ترقص اول ما الاغاني اشتغلت واتحمست جامد واندمجت في الرقص. وغنت حتى العروسين اللي هم ليلى مراد وفاتن عبد الوهاب مبروك عليكي عريس الحسن يا جميله. ولكن الطريقه اللي رقصت بيها هدى سلطان وهي مش قاصده خالص، هي بترقص بفرح يعني، وخلت فريد شوقي يتنرفز جدا، وخلت فريد شوقي يتنرفز جدا ويحس بالغيره الشديده. فحصل بقى ان هو لما روحوا طبعا بعد الموضوع ده مسك فيها او تعارك تقريبا، ما مش مسك فيها بالايد يعني، اتعاركوا مع بعض هما الاثنين، ووعدته انها مش هيحصل تاني ومش هترقص تاني قدام اي حد. لكن بعد 10 سنين رقصت تاني برضه في فرح، بس كان فرح بنتها نبيله. وساعتها طبعا كانت متجوزه ملازم اسمه شريف، فطبعا ده كان فرح وبتاع، وكانت هي ام العروسه، فالموضوع برضه عدى. لكن الحادثه الاصعب بقى خالص هي فيلم اللي عملته مع رشدي اباظه. فيلم اللي عملته مع رشدي اباظه، وكان فيه مشهد برضه رومانسي برضه، فكان ده ضايق جدا فريد شوقي، والغيره الشديده جدا اللي حصلت بسبب الفيلم ده هي اللي ادت للانفصال اللي بينهم. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.